طب امال ايه فوائد نظريه المؤامره بقى للديكتاتور؟ لا دي فوائد مهمه جدا، دي في منتهى الجمال. اذا كانت بالنسبه للشعب نظريه المؤامره بتحميه من احساسه بالعكس، بالنسبه للديكتاتور دي يعني كل حاجه جميله. هقول لحضرتك ليه؟ الركيزه. اول حاجه لابد من مسانده الديكتاتور بتاعنا. ليه؟ نتعرض للمؤامره. ده اول شيء. ماشي، طبعا انا سمعت الكلام ده كتير جدا. انت راجل وطني وبتاع، متشكرين يا فندم، بس الكلام ده مش وقته. موضوع النقد والكلام ده مش وقته، كده نهيج الناس. انت شايف المؤامرات اللي حوالينا، مؤامرات رهيبه. يبقى احنا لازم نصطف، خلي بالك، حوالين ايه؟ القائد. ده حصل في كل الانظمه الاستبداديه. لو ما فيش مؤامره هنبتدي نقول الله الراجل ده بيعمل كده ليه؟ بيتكلم كده ليه؟ ايه ده؟ انما في مؤامره مش وقته. فاول حاجه تفيد فيها نظريه المؤامره هي مسانده الديكتاتوريه، مساندتها، لان بدون مؤامره هتتحرر العقول. ده اقل حاجه، انت عملت احتلال عقلي للناس بالانماط وبالاساليب اللي انا قلتها دلوقتي، انما هتتحرر العقول وهتحس انها في حاله عاديه. لا، غير مطلوب انك تبقى في حاله عاديه ابدا. طول الوقت في مؤامرات كبيره، كل الناس ضدنا، كل الناس ضدنا. طب ما هو في حاجات تدل ان الناس مش ضدنا. لا، يعني واحده كانت بتعالج عندي، انا دكتور سنين يعني من لا يعلم، فكان في واحده بتعالج عندي، فجت قالت لي الدول الغربيه كلها ضدنا، عايزه توقع مصر. طبعا دي من زبونه من زمان الاعلام بتاعنا. ولكن لا، تحيا مصر، مش هنترضى، بس افتحي بوك، افتحي بوك عشان الدكتور سنين. ما انت هتقول ايه بقى؟ افتحي بوك. تمام. بعد المؤتمر الاقتصادي حصل الحوار الاتي. شفت يا دكتور؟ لا، شفت المؤتمر الاقتصادي؟ انا فرحانه فرحه. قلت لها حلو يعني. قالت لي شفت بقى جدعانه اسبانيا وايطاليا وامريكا؟ المانيا وايطاليا وامريكا منتهى الجدعنه. قلت لها ليه يعني؟ قالت لي عشان ادونا مشروعات، وقفوا معانا وقفه ما تتنسيش. قلت لها انت مش حضرتك لسه من 10 ايام قلت لي ان هم بيتآمروا ضدنا وعايزين يوقعونا؟ ايه اللي حصل فجأة؟ قالت لي هم كانوا فعلا لغايه قريب جدا، بس النهارده واقفين وقفه غير عاديه. قلت لها طب انت تفسيرك ايه يعني؟ هم من 10 ايام كانوا عايزين يوقعونا كلنا ودلوقتي عايزين ينقذونا. قالت لي لما لقونا جد، لقونا جد راحوا واقفين معانا. فقلت لها يعني هي كانت مشكلتهم ان احنا كنا بنهزر؟ اول ما لقونا جد قالت لي بقول لك يا دكتور النبي تسيبني في حالي. هي دي انا مبسوط اهو، النبي ما تعكنن عليا. هم عارفين ليه بقى؟ لانك هتخليها تفكر. انت لا مؤاخذه يعني كل الحاجات دي اتعملت فيها، يعني كل العناصر والانماط بوم فوصلتها الحاله دي. فانت لما بتيجي تكلمها بتفك دماغها، بتفك اسئله منطقيه، اسئله. طب ازاي بيتامروا علينا من اسبوع ودلوقتي بيساعدونا يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ فهي راحت قايله لقيتنا جد. فانا رحت قلت لها طب يعني هم كانوا يعني احنا كنا بنهزر؟ يعني هم كان المشكله ان احنا مش جد ولا ايه؟ وعرفوا ان احنا جد منين اصلا في اسبوع؟ فهي عايزه توقف، هي عايزه توقف. وبالتالي لا طبعا بتفيد الدكتاتور جدا، بتفيد نظام الحكم جدا. الحاجه الثانيه، احنا كلنا بقى ما حدش يتكلم، ما حدش يفتح بقه. وبعدين بتدي النظام الاستبدادي قدره على الحشد والتوجيه لظروف سياسيه زي ما هو عايز. خلاص، لانك انت مع استعمال اليات نظريه المؤامره فقدت مقاومتك وقدرتك على النقد. قدرتك على النقد ومقاومتك، وبالتالي دماغك انا كل يوم الصبح بحط فيها اللي انا عايزه. يعني احنا كنا دول ضد دول معينه،
وناس تطلع بقى الدولة دي بتشتم دولة، الدولة دي قذرة وسفاحة زبالة ومش عارف ايه، فالمذيع طبعا يروح بعد ما يسيبها تقول دي صفيحة زبالة يا اولاد كذا يا اولاد كذا، يقول لها انا بس بتحفظ يعني. طب الدولة دي بقى ممكن خلال اسبوع عن طريق الاعلام برضو نبقى بنحبها جدا. انت فقدت مقاومتك كشخص بيفكر، خلاص انتهى. انت في ايدي، انا هحط في دماغك اللي انا عايزه وفي الوقت اللي انا عايزه وللاهداف السياسيه اللي انا عايزها، وبالتالي ده مهم جدا. الحاجه الثانيه انقاذ صوره الدكتاتور امام نفسه، دي لطيفه. الدكتاتور صورته مش زي ما احنا شايفينه، الدكتاتور شايف نفسه بطل فعلا. يعني حسني مبارك شايف نفسه بطل، والقذافي كان شايف نفسه بطل، صدام حسين طبعا شايف نفسه بطل. كل دول هو لا يرى ليه؟ لانه حاجه اسمها عزله الدكتاتور بعد فتره بيفقد اتصاله بالعالم الا عن طريق ناس بتقول له طول الوقت اللي هو عايز يسمعه، وبالتالي كل الكلام انجازات وكله عظمه وكله بتحصل ثوره. ده في كل الدكتاتوريات في العالم بيحصل موجات احتجاجيه، عنده احتمال من الاثنين، اول ما يعترف باخطائه او ان دول يبقوا ممولين وخونه. انا قلت لحضراتكم علي عبد الله صالح بيقول انه بعض من وارجعوا للخطاب، بعض من ضعيف النفوس ساءهم النهضه اللي في اليمن وحقدوا علينا فقرروا انهم يسقطوا الدوله اليمنيه. مين اللي كان حاقد على النهضه اللي في اليمن؟ انا عايز حد يشوفه كان حاقد على النهضه اللي في اليمن الحقيقه، يعني هي فين النهضه في اليمن بس؟ انما هي فكره ايه؟ انقاذ صوره الدكتاتور امام نفسه. اخر حديث لحسني مبارك قال 2010 قال حركه كفايه مموله من الخارج. لازم تبقى مموله. طبعا انا شرفت بان انا كنت في كفايه مفيش لا خارج ولا داخل ولا كنا احنا بنلم علشان الحاجات اللي يعني مفيش خالص، وهو يعلم اكيد عنده تقارير ان مفيش تمويل. بالعكس ده كفايه كانت ضد اي تمويل اصلا، انما هو ده لابد ان ينقذ صورته امام نفسه بانه انتوا خونه وانتوا عملاء وعايزين تسقطوا الدوله، لانه الاعتبار الثاني هو لا يستطيع ان هو ان انا حاكم ظالم وعملت واجرمت والناس هاجت ضدي، ما يقدرش فوق طاقته. وبالتالي القذافي، وهي طبعا حوار روائي جدا لما قال ايه؟ انا ليبيا من انتم فمن انتم. انا ليبيا خلي بالك من ضمن نتائج نظريه المؤامره التوحد بين الحاكم والبلد. فانت دلوقتي لما بقول لك ايه؟ ده فلان بيطلع يشتم في مصر، تعرف انه بينقد الرئيس السيسي. لان نقد الرئيس السيسي بقى شتيمه في مصر، الرئيس السيسي بقى مصر والنقد بقى شتيمه. اللي انا بقوله ده اعتقد ان من اول يعني اولى اعدادي تفهم الفرق بين الشتيمه والنقد. لا العالم نتيجه للاليات اللي عماله تتزرع في دماغنا كل يوم الناس ما بقتش شايفه الفرق. فاقول لك ايه؟ انت بتشتم السيسي ليه؟ انا عمري ما راجل مؤدب وعمري ما انا بنتقد سياساتي. لا الفرق ما بقاش واضح. وبالتالي نظريه المؤامره بتنقذ فكر صوره الدكتاتور عن نفسه. عدم المحاسبه او مواجهه الاخطاء دي مهمه جدا. عدم المحاسبه او مواجهه الاخطاء. ناخد مثل بالطياره الروسيه. طبعا مع كل التعازي للضحايا. الطياره الروسيه طلعت اتفجرت حلوه. الدول الغربيه طلعت صور. المخابرات البريطانيه الاول، بريطانيا قالت انا معلش انا هوقف لغايه لما نشوف اجراءات الامن. طلعت صور موجوده لانفلات امني او عدم دقه امنيه في مطار شرم الشيخ. اما ان احنا نعترف بهذه الصور او نتحدث عن مؤامره. فتحدثنا عنه ان كل دي مؤامره وان ده ان بريطانيا بتتامر ضدنا. وبعض الناس من الخبراء الاستراتيجيين
قالوا بريطانيا مش ناسيه ان احنا طردناها من مصر سنه 54 يعني قبل ما يتولد الراجل رئيس الوزراء. لا قال لك ما احنا مش لا ده استعمار واحنا كذا وبتاع شويه، وراحت روسيا نفسها مانعه. طب روسيا دي حبيبتنا واصحاب، راحت مانعه ايه؟ السياح. قال لك ايه؟ دي مؤامره دوليه. لا دي مؤامره كبيره قوي، مؤامره ليها ابعاد ورهيبه. طب يا اخوانا في طريقه ثانيه ان احنا نقول ان ربما تكون اجراءات الامن بتاعتنا مش كفايه ونزودها، او نشوف القصور اللي عندنا حتى لو في مؤامره، نشوف القصور اللي عندنا. لا، ومغنيين بقى طلعوا يقولوا مؤامره كبيره قوي، اقول لك انت احيا مصر، اللي هي البند الثالث اللي قلت لكم عليه، اللي هو اثاره العاطفه من اجل ايه؟ من اجل تعطيل الحس النقدي. اللي انا بقوله ده راجع اجراءات الامن، ده حس نقدي. انما لو قعدت تقول ده احنا في مؤامره لن تسقط مصر ابدا، اوعى تحيا مصر، الناس هتتاثر، محدش هيفكر. تمام؟ طب المؤامره دي عملتها ايه؟ بريطانيا. ليه بريطانيا عملتها؟ ليه؟ علشان احنا طردناها سنه 54. طب من 54 لغايه دلوقتي يعني شايل لنا مش انتوا طردتوني؟ طب اصبر عليا. طب بريطانيا بقى طلعت امبارح تقرير على اعلى مستوى ان الاخوان ليهم علاقه بالارهاب. مش دي بريطانيا المتعبره؟ طب بريطانيا امبارح نتيجه التحقيق اللي عملته الحكومه البريطانيه اتهام جماعه الاخوان المسلمين بالارهاب. يبقى فين المؤامره؟ شفت؟ اهو ده. انا كنت عايز اهو ده. لا هو اللي حصل المحتمل. ما هو الفرق بيننا وبينهم ان احنا بنقول بتاتا واطلاقا، هم لا بيستعملوا اطلاقا ولا بتاتا. واخد بال حضرتك؟ طبعا انت لما تحط نفسك قدام نفسك هتتعب. الاسهل ايه؟ اللي قالته الدكتور لا ما قالوش برضه، ولو قالوا يبقوا مستعبطين. تقول لي طبعا وكل الحركات دي كلها وعايزين يوقعوا الدوله وعايزين يعملوا بتاع. طب يا عم ما تشوف الصور اللي طلعت على عدم دقه في اجراءات الامن، ما تراجع اجراءات الامن. خلي بالك ان المواطن اللي عنده للاسف قيمته غير المواطن اللي عندنا. المواطن اللي عنده يفرق. لما مات عندي ناس في تونس فرق معايا. لا انت معلش يعني انت ممكن في 12 واحد ماتوا في السيول في اسكندريه في السيول اللي فاتت. المسؤولين اللي اتكلموا عليهم ما حدش جاب سيرتهم خالص. يعني ما حدش قال الناس اللي ماتت دي مش مشكله خالص يعني. وبعدين نظريه المؤامره، وزاره الداخليه اعلنت عن كشف تنظيم للاخوان. شفتوا؟ بيسوي لك ايه؟ اعترافات اعضاء تنظيم سد البلعات. يعني انت داخل تنظيم بالظبط اللي هو تحت البلعات. طبعا الناس خلاص، انت بعد ما تعمل الاليات دي بتتفتح دماغ الناس زي الكوبايه تحط فيها اللي انت عايزه. وبالتالي انا واحد من 5 زي احنا مثلا استاذ كنت شايف انه العنوان ده فضيحه. يعني ايه تنظيم سد البلعات؟ ناس كتيره تقول لك وليه لا؟ دول بقى اللي اتظبطوا ليه لا؟ طب ما هو قال ايه يا عم؟ ده اتضرب لما اتعامل مع عيون. قال لك لا. طب الاعتراف ايه بقى؟ جايبين واحد طبعا مضروب بيقول ايه؟ ايوه يا فندي، هو بيقول انت عضو تنظيم سد البلعات؟ ايوه. اسمك ايه؟ دوروا على الفيديو ما تقولوش شلوه. اسمك ايه؟ اسمي كذا. بتعمل ايه؟ بسد البلاعه. بتسد البلاعه ازاي؟ بنيجي حضرتك لمؤاخذه. يعني ايه بتسد البلاعه ازاي؟ بنيجي لمؤاخذه بنجيب اسمنت وبعدين نقوم دلقينه ونتاكد انها اتسدت. يعني انت بتسد البلاعه علشان يحصل خسائر في الارواح من الميه بتاعت المطره وما تتصرفش. ايوه فاهم. طب شكرا. يعني في حد يا جماعه ممكن هذا حوار عبثي؟ لا ده بيتعمل نتيجه للي انا قلته ده، بيتعمل وبيتشاف وبيتصدق وممكن يتصدق غيره ونزل في كل البتاع.
وبيان رسمي بان في تنظيم سد البلاعات. وبالتالي انا كل ده في الفوائد. قلنا في فوائد. في فايده مهمه جدا، تحويل المعارض الى خائن. دي نقطه مهمه جدا، فايده اساسيه. ما هو لو المعارض نسمعه هتلاقي مليون واحد يقول لك طب معلش ما نشوف بس هو بيقول ايه. انما طابور خامس وحروب الجيل الرابع اللي طلع لهم مصطلحين يستعملوا في غير ما كان هم اساسا، تمام؟ علشان ايه؟ لما تتكلم لا انتوا مش معلش يعني مع احترامي، هو حضرتك مع 6 ابريل؟ دول بيتمولوا. طب انت عرفت منين؟ يعني اذا كانت 6 ابريل قدمت في نفسها وطلع قرار من النائب العام انها لا تتلقى اي تمويل. لا معلش يعني الناس دي كلها، لان ايه؟ المقاومه باظت خلاص، الدماغ اتفتحت، انا كل يوم الصبح احط فيه اللي انا عايزه. طيب حتى يقعد على طول تبقى مأساة. مشكله تكتيكات نظريه المؤامره انها مؤقته. يعني كل الانظمه الاستبداديه اللي استعملت نظريه المؤامره ما استعملتهاش على طول، لانه بيجي هي بتوصل لمستوى اعلى. اخر حاجه انا اعتقد ان احنا وصلنا لاخر حاجه بالمجلس الاعلى للعالم والكائنات المجنحه. انا اعتقد ان احنا مفيش بعد كده. بعد ما توصل للكائنات المجنحه او ما يوازيها بيبتدي قطاعات من الراي العام اللي تم استلامه بالكامل وبيصدق اي حاجه بيبتدي يتشكك. شويه شويه. يعني تقدر تقول فكره نظريه المؤامره دي زي حقن البنك. حقنه البنك حتى البنك الكلي ليه وقت. الناس بتوع الجراحه بيسال دكتور البنك، دكتور البنك بيسال الجراح الاول عايز وقت قد ايه؟ لانه انت عايز ساعه، انا هعمل لك ساعه وربع، ساعه ونص، بس بعد ساعه ونص العين هيصحى. وبالتالي ده مخليني متفائل ان احنا الحاله اللي فيها دي تبين انها من الناحيه العلميه مش ممكن تبقى دايما. احنا عايزين نتحرر من فكره نظريه المؤامره، مش لان مفيش مؤامره، لان في فرق بين المؤامره وفكر نظريه المؤامره. فكر نظريه المؤامره هو الاداه اللي بيتم الاستبداد بيها، الاول ذهنيا وعقليا ثم الاستبداد السياسي. انما انا متفائل والثوره مستمره ان شاء الله، وشكرا جزيلا.